السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفه جديده. واليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم لي سيكار بالكاوكاو اللي كيجيو اقتصاديين وزوينين بزاف وبلا كثرة المقادير. فقط يعني مقادير اللي هما بساطين كيجيو رائعين بزاف. الحشوه اللي كتجي معلكه ومقرمشين في نفس الوقت وكيجيو رائعين بزاف، تقدروا ان شاء الله تصايبوهم لرمضان ان شاء الله. وبلا ما نطول عليكم غادي نخليكم مع المقادير والطريقه في نفس الوقت، وخليكم حتى لاخر الفيديو باش غادي تشوفوا معايا الشكل النهائي، وفي نفس الوقت غادي نشارك معكم حتى الثمن البيع البنات اللي كيخدموا لي كوموند. وبسم الله على بركه الله، عندي هنايا 500 غرام ديال الكاوكاو اللي كيكون مقشر. هنا غادي ندهنوه بالزيت وغادي ندخلوه الفرن يتحمر. وبالنسبه للكاوكاو من الاحسن انكم تدخلوه الفرن، يعني ما تقليوش، بما اننا لي سيجار من بعد غادي نقليوهم في الزيت، فمن الاحسن انكم تدخلوه الفرن حتى كيطلقوا داك اللون ديال الكاوكاو ولا ذهبي صافي. وكنخرجوا هنا كما كتشوفوا غادي نحتاجوا للزبده والقرفه، واحد الكاس ديال سكر سنيده اي 100 غرام اللي غادي نحتاجو. وهنايا كما كتشوفوا غادي نقسم داك الكاوكاو على جوج. النصف الاول غادي نضيف له نصف الكاس ديال السكر وغادي نطحنوه، ما غاديش نطحنوه بزاف يعني غير يتلين. والنصف الثاني غادي نطحنوه مزيان حتى كيرجع لينا يعني معلك وكيطلق لينا الزيت. هانتوما من بعد غادي نرجع معكم ملي غادي نطحنوه. وهنايا غادي نضيفوا واحد شويه ديال المسكه الحره كتعطي واحد التعليكه زوينه الحشوه. وصافي من بعد ما كنطحنوا الكاوكاو كما كتشوفوا هنا هاد النصف الاول كيكون بهذا الشكل، كنطحنوا مزيان ما كنخليوش مهرمش، وفي نفس الوقت ما كنخليوش حتى كيطلق الزيت ديالو، يعني غير كنلينو. وهنا النصف الثاني نطحنوه مزيان حتى كيطلق لينا الزيت او كيولينا على هذا الشكل، هذا كيولينا معلك مزيان. بهذه الطريقه راه كتجي لكم حشوه اللي كتجي رطبه من الداخل، ما كتقصح لكمش يعني الكاوكاو صافي. هنا غادي نضيف واحد ملعقه صغيره او على حسب الذوق ديالكم ديال القرفه، يعني بالنسبه للقرفه كتبقى على حساب الذوق ديالكم. وغادي نضيف قطرات ديال روح الزهر او تضيفوا واحد الساشي ديال زهرات البرتقال صافي. مهم داكشي كيبقى على حساب الاختيار ديالكم. وغادي نضيف واحد ملعقه كبيره ديال الزبده نوازات اي اللي كندوبوها حتى كتولي لنا نوازات صافي. وكنبقاو نخلطوا بيدينا نعجنوا، والا احتاجينا الزبده كنضيفوه. هنا مهم غادي نضيف 2 معالق. وبالنسبه للزبده كتبقى على حساب يعني شحال غادي تاخذ لكم، تقدروا تاخذ لكم يعني غير معلقه كبيره او 2 معالق. المهم هنا راه خدات ليا 2 معالق ما عامرينش بزاف صافي. كنبقى نخدم مزيان هاد العقده ديال الكاوكاو حتى كتبان لينا ان العقده انسجمت لينا. وكنصيحه يعني بالتجربه من احسن انكم ما ديروش ماء الزهر في العقده ديال الكاوكاو، لان الماء الزهر كينشفها وكتجي لكم ديك العقده ناشفه بزاف من الداخل. من احسن انكم ديروا غير روح الزهر، يعني غير باش كيعطي لكم ديك النسمه صافي. وكنخدموا مزيان حتى كنحصلوا على هاد العقده بهذا الشكل حتى كتبان لكم انها تجمعات وكتشكل لكم بكل سهوله. يعني ما تحاولوش انكم تضيفوا لها الزبده بزاف باش هكا ما كتجي لكم جاريه وكتجي لكم صعيبه باش تشكلوها صافي. هنايا غادي نوضعها في واحد البلاستيكه وغادي نمر باش نشكلوا لي سيغا ديالنا. وهنايا عندي الورقه كما كتشوفوا غادي نحاول انني نحيد هذوك الجوانب اللي كيكونوا ناشفين. هنا عندي الورقه ما ناشفاش بزاف، يعني غادي نحيد غير دوك الطريفات باش هكا ما كتجيناش مشنتفه صافي. هنايا قطعتها على جوج، وكل نصف كنقطعوا على جوج حتى هو باش كنحصلوا على مثلثات بهذه الطريقه. بالنسبه للورقه راه 500 غرام ديال الكاوكاو كتاخذ لينا 500 غرام ديال الورقه، يعني نيشان ما كتجي لكم هي هذيك. وصافي هنا غادي نمروا للحشوه. هنا كما كتشوفوا غادي نصايبوا لي سيجار اللي كيكونوا كبارين. هنا راني درت 20 غرام، يعني كل كويره كندير فيها 20 غرام، يعني الحشوه كنديروا 20 غرام كما قلت لكم لي سيجار اللي كيكونوا كبارين. وبالنسبه للطريقه راه موضحه في الفيديو. هنا كما كتشوفوا غادي ندير واحد الحربو اللي كتكون يعني الحشوه رقيقه صافي. كنرجع هاد الجوانب بهذا الشكل صافي. كنحاول انني نثبتهم مزيان باش هكا ما كيجيناش يعني السيجار ديالنا ما كيجيناش معوج ولا شي حاجه صافي. هنا كنثبتو مزيان صافي وكنبقى نلوي بهذه الطريقه. الطريقه اللي هي سهله جدا وصراحه كتجي هاد الطريقه زوينه وكيجيو لي سيجار ديالكم فينين وكيجيو زوينين صافي. غادي ندير هنايا الدقيق
والماء. بالنسبه باش تلصقوا لي سيجار ديالكم ولا البريوات ولا اي معسلات، من الاحسن انكم ديروا الدقيق والماء، ما ديروش بياض ديال البيض لانه كيعطي واحد الزفوريه وفي نفس الوقت كيدير لكم الكشكوشه في الزيت. صافي غنستمر بنفس الطريقه. مهم الورقه راني دهنتها في الاول بالزيت، يعني فقط بالزيت صافي هنايا، وغادي نستمر بنفس الطريقه. غادي نصايب معكم وحده اخرى. كنتمنى ان شاء الله يكون الفيديو واضح والطريقه تكون يعني واضحه بلا ما نشرح لكم بزاف، يعني غير الفيديو ان شاء الله يكون شارح نفسه. صافي بهذا الشكل، وكندهن الجوانب كما كتشوفوا، يعني في الاخير كندهنوا بالدقيق صافي، وهكا كيلتصقوا. هانتوما بهذا الشكل كنحاول انني ندهن مزيان صافي، وكنلوي السيجار ديالنا. وملي كنلويو ما كنزيروش بزاف باش هكا ما كيتفرقعوا ليناش لي سيجار في الزيت. وصافي هنا من بعد ما كنكملوا الكميه كامله، من الاحسن انكم تخليهم حتى كينشفوا مزيان. انا صراحه ما خليتهمش مباشره، يعني قليناهم. وانتم الا كان عندكم الوقت خليهم حتى يعني كينشفوا مزيان. وهنا غادي نمروا باش نقليو لي سيجار. من بعد ما كنديروا الزيت كنخليوه حتى كيطيب مزيان كما معروف يعني في المعسلات. غير هو النار ما تكونش مهيله بزاف، لانه الا تعطلوا بزاف وهما كيتقلاو في الزيت راه كتحرق لكم يعني الحشوه من الداخل، الكاوكاو كيتحرق وكتجي لكم قاصحه بزاف ولا كيضيعوا لكم لي سيجار ولا البريوات. صافي هنا من بعد ما كيبان لكم يعني اللون كيبدي كيذهب، غير كيولي اللون ديالهم ذهب صافي كنحيدوهم، ما كنخليهمش حتى كيتحمروا بزاف، غير كنحصلوا على داك اللون الذهبي صافي. وغادي نحيدوهم وغادي نوضعوهم في العسل. وبالنسبه للعسل راه كيكون بارد، ولي سيكار ديالنا بطبيعه الحال غير كنحيدوهم من الزيت كنوضعوهم مباشره في العسل. ومن الاحسن انكم تخليوهم واحد المده في العسل. الا كان عندكم يعني الوقت خليوهم يباتوا ليله كامله في العسل، راه كيجيو احسن، كيشربوا العسل وحتى الحشوه كتجي رطبه من الداخل وكتجي زوينه. صافي هنا كما كتشوفوا غادي نستمر بنفس الطريقه، تنساليو الكميه كامله اللي عندنا ديال لي سيجار، وغادي نحيدوهم بعد ما كيبان لينا اللون ديالهم ذهبي صافي. هنا غادي تشوفوا يعني اللون ديالهم، هانتوما غير كيتحصلوا على هذا اللون صافي كتحيدوهم وغادي توضعوهم في العسل. هذا هو اللون ديالهم، ما تخليهمش حتى كيبانوا لكم يعني تحمروا بزاف، غير كيبان لكم ذهبوا صافي. وكنوضعوهم في العسل. وبالنسبه يعني لهاد لي سيجار الا بغيتو ديروهم صغارين راه تقدروا تقسموا الورقه على جوج، يعني كل مثلث تقسموه على جوج، وكل يعني كويره كديروا فيها بين 9 و10 غرام، هكا كيجيو لكم لي سيجار اللي هما صغارين. مهم داكشي كيبقى على حساب الاختيار ديالكم. ها نتوما صافي هنا من بعد ما كنوضعوهم في العسل كما كتشوفوا، العسل اللي كيكون بارد وكيكون يعني عسل اللي كيكون قاصح، يعني كيكون عاقد، هو اللي كيكون زوين بزاف في المعسلات. وهنا من بعد ما كيتعسلوا لنا مزيان صافي هنا غادي نمروا باش نحيدوهم من العسل، وغادي نخليهم حتى كيستقطروا مزيان، وغادي نمر معكم باش نشوفوا الطريقه ديال التزيين. وبالنسبه للتزيين راه كيبقى على حساب الاختيار ديالكم اللي كان متوفر عندكم. صافي هنا غادي كما كتشوفوا واحد شويه غادي نزينوا بهذا الزنجلان الاسود، تقدروا تزينوا بالابيض او الزنجلان العادي على حساب اللي متوفر عندكم. والنصف الاخر يعني واحد الكميه غادي نزينها باللوز كونكاسي ولا الكاوكاو. وواحد النصيحه يعني الا كنتو غادي تخدموا لي كوموند راه من الاحسن انكم تزينوا بالكاوكاو، بما ان هاد لي سيجار ديال الكاوكاو زينوهم بالكاوكاو، والا كانوا ديال اللوز زينوهم باللوز. يعني راه كل حاجه كتبقى في المذاق ديالها هكا احسن. يعني انا ما كيعجبنيش ديك الطريقه انك تخدمي باللوز ومن بعد تزيني بالكاوكاو، ولا تخدمي بالكاوكاو وكتزيني باللوز. راه من الاحسن داكشي اللي كيكون داخل هو اللي غادي تزيني به، يعني هكا كتجي يعني النكهات ما يتخلطوش بزاف. صافي هنا من بعد ما كنسالي الكميه كامله كنزينها بشويه ديال اللوز او الكاوكاو ايفيلي والورد البلدي. المهم داكشي كيبقى على حساب الاختيار ديالكم. هذا هو الشكل النهائي ديال لي سكر، صراحه كيجيو رائعين بزاف وكيجيو مقرمشين، والحشوه كتجي رائعه بزاف ومعلكه. وبالنسبه للثمن ديال البيع تقدروا تبيعوهم ب 80 85 درهم للكيلو، كيبقى على حساب كل يعني مدينه بشحال باش كتخدموا بشحال باش كينقام لكم. وهذا هو الفيديو ديال هذا النهار، كنتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا ولو بالقليل. كنشكركم بزاف، الى فيديو اخر ان شاء الله. بسلام عليكم.